حاجات مهمه جدا ما بنعملهاش لما بنعمل سوفت وير ابديت، خاصه في الايفون او في الاجهزه الفلاج شيب. عود نفسك يا صديقي ان لما ينزل تحديث جديد من ابل او من سامسونج او من اي حاجه تاني انت بتتعامل معاها، لازم بعد التحديث دوت تروح على الاب ستور بتاعك او الجوجل بلاي بتاعك وتخش على الابلكيشنز اللي عندك وتشوف اللي محتاج يتعمل له ابديت يتعمل له ابديت. الكلام ده هتشيك عليه لمده 3 ايام، لان في ابديتس للابلكيشن ما بتسمعش ان انت عملت تحديث للسوفت وير بتاعك الا بعد يومين او 3 ايام. فانت هتراجع اول 3 ايام اي حاجه عايزه يتعمل لها ابديت هتعمل لها ابديت. ده هيخليك تاخد اداء افضل وهتاخد شغل كويس جدا جدا. تاني حاجه، لما تيجي تعمل الابديت بتاع الايفون بتاعك، مستخدمين الايفون بالذات لما تيجي تعمل ابديت بتاع الايفون بتاعك، اول حاجه يكون البطاريه معديه 80%. تاني حاجه ما تعملش الابديت والتليفون على الشاحن. تالت حاجه وانت بتعمل الابديت تشيل الموبايل لو جوه الجراب. الكلام ده مش من عندي ولا انا حلمت بيه ولا نايم، الكلام ده ابل اللي قالت كده على الموقع الرسمي بتاعها. لو انت مش مصدق تقدر تخش وتتاكد بنفسك. ده هيمنعك ان انت لما تعمل الابديت البرسنتج بتاعتك هتقل 1 او 2%، عشان خاطر البرسنتج ما تقلش منك. اتبع الخطوات اللي انا قلت لك عليها دي. طيب الناس اللي بتشتكي من الواي فاي، نزل السوفت وير اللي فات اللي هو لسه عاملين عنه الفيديو 17.2 وبيقولوا ان برضو الواي فاي في نفس المشكله. بعد ما تعمل السوفت وير لازم بعد كل سوفت وير يا جماعه تعملوا الحركه اللي انا قولها لكم دي. لو الموبايل بتاعك ما ظبطش معاك بتخش على الاعدادات، ومن الاعدادات بتنزل اخر حاجه تخش على استعاده ضبط الاعدادات. بتعمل اعاده ضبط للاعدادات، ودي مش هتمسح لك الحاجات اللي على موبايلك، هي هترجع لك اعدادات الموبايل اكنك انت لسه فاتحه جديد من الكرتونه. يعني انت هترجع تاني تخصص نغمه، تحط ويل بيبر تاني اللي هي الخلفيه، لو في طبعا باسوردات الواي فاي كل ده اتمسح هتحطه من اول وجديد، هتلاقي الموبايل ظبط معاك. طيب لو انت مشكلتك في الواي فاي بس ومش عايز تعمل استعاده ضبط الاعدادات، هتخش بنفس الطريقه اللي احنا دخلنا بيها وهتعمل استعاده ضبط للشبكات. بس اعمل حسابك ان اي باسوردات الواي فاي كلها هتتمسح وهترجع من اول وجديد تحط الباسوردات تاني. ده كان فيديو سريع وفيديو مهم برضو للسوفت وير والابلكيشنز والابديت اللي بتلف حوالين السوفت وير. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل مقارنات بين الموبايلات الايفون والتليفونات الفلاج شيب، وبنحاول وبنسعى جاهدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، مستني رسايلك على الانستجرام. اتمنى ان انت تعمل لي السبسكرايب الجميل على اليوتيوب، القناه عندي احمد تربو. استني يوم الاحد عشان في مفاجاه يوم الاحد، في فيديو يوم الاحد ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا جدا، وفي ميزات لناس وشغل صيانه كده واوفرات وحاجات هتعجبكم جدا. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.